وتعاون سوسيال بين قوسين. من بين الاخطاء اللي ارتكبها بوغلا بدا لاعبين يعرفهم سوا ديزون لعبوا عنده 23 لعب في الجروب وكانوا هنا ما على باليش واش مدوا اضافه للجروب بدون ذكر الاسماء باش ما ندخلوش في بوليميك، ما قدموا ولا شيء خلال هذا الشان هذا وما استفدناش منهم. وكاين لاعبين كان من الاجدر ندوهم البطوله. احنا نقولوا بطوله ضعيفه، بطوله فيها كاع العيوب، لكن رانا نشاركوا في الشان. ما دام عندنا منتخب وطني محلي راهو يشارك في الشان ما نقدروش نتكلموا على البطوله. واش تعرف تاع الفوتبول؟ معنا لاعبين، معنا مدرب نعرف باللي اللاعب الاكثر جاهزيه الاحسن في هذاك لو مومون يلعب فيه توغورت، يلعب فيه تندوف، يلعب فيه برج بلجي مختار، نستدعيه محمد. لا لوجيك تاع كره القدم نجيب احسن لاعبين في البطوله. انت جبت من السيري، جبت من المولوديه، جبت من يوسما، مش هذا هو المنتخب. اليبوك منتخب وطني، زوج من امريكا، واحد من غيريزان، واحد من عنابه، واحد من لونطونت، واحد من انسيو، واحد من هكذاك، واحد من جياسكا. كانت هكذا ليكيب ناسيونال اليبوك محمد. كانت ريجيونال ومن بعد باش تروح للناسيونال كانت هكذا. معليش كمال هذا الشيء هذا انا والله العظيم ما يهمنيش. انا الشيء اللي يهمني هو الفونكسيونمون تاعنا في الفيدراسيون. شكون اللي راه مسؤول على ليكيب ابري مالي؟ شكون؟ اسكو ديتيان نورمالمون سي لوي كي هو الديريكتور تكنيك ناسيونال، عنده كلمه في لا كونستركسيون ولا فورماسيون تاع الفريق هذه. مي مالوروزمون ما عنده حتى مسؤوليه وما عنده حتى حق وما عنده حتى دروا دو لوغار في هذه ليكيب. كو لونترينور ناسيونال اللي يتحكم في هذا الفريق. باسكو كي تشوف نتايا باللي هذا الفريق تاعنا كاين ان سول جوور من كاتيجوري U20 الى انتيغري ليكيب. انت دار توضيحات محمد بوركوا با تكون كونفيرونس دو بريس ندوه صحفيه من طرف المدير التقني يوضحوا لنا، ربما سيكون له اجتماع مع الناخب. شوف هو المدرب تاعنا صدير بوغرا، انا فاش نلومو كو في الديبار تاعو قال لك انا نروح باش ندير كاس افريقيا، فهمت؟ صرح باللي راح يكون فانكور تاع التورنوا. هذا خطا بيان سور. باسكو علاش كي تشوف المجموعه تاعك وتشوف لا فورم تاع لي جوار تاعك ولا بريباراسيون اللي درتها صدير، باسكو باش دي كاس عندها شروط. الشروط هذو احنا ما كانتش. معليش الاقصاء صرا الاقصاء منير عبد الملك بركني، هل هذا الاقصاء يعطي الان صوره على البطوله الوطنيه بلي ماش بطوله قويه، ويأكد بانه اللاعب المحلي من مستحيلات السبع باش ما نقطعلوش الياس اللي ما قدرش يواجه النيجر وغينيا والسودان مع احترامات هذه المنتخبات يكون متواجد مع المنتخب الاول. انا باش تغنينا بزاف اللاعب المحلي عنده مكانته. لا اللاعب المحلي لا هي شوف هي في البطوله الوطنيه شوف سير بلون تكنيك اللاعبين كاين لاباط كما نقولوا كاين لاباط. مي البروبليم انت كي تعاود تولي نوليو الفرق اللي ما مشي يخدموا الفرق على مستوى الفئات الشبانيه باباه يمد الاخر بيجيب الماعد دوك بعد كي يقبل ما عندك سينو صافي نورمال. مي البروبليم هذا الشان هذا تقيم المستوى تاع البطوله الوطنيه. انا قلت لك من قبل شهور البطوله الوطنيه ضعيفه راك فاهمني. مي هذا الشان دوك ميم المدرب هو لو بريمير ريسبونسابيلتي سي بوغرا دوك نورمالمون عندك. وقلت لك سير بلون مونطال لي جوار ما راحوش للشان 100%. ما كانوش حاضرين. هذه من حول سؤالي شوف نهائي كاسات عفوا سلبيه للاعبين بعد هذه الاقصاء وشنو هي؟ او البطوله الوطنيه. لا على كل حال شوف انا حتى نربط بين موضوعين. تصريحات تاع بوغرا ربما قبل الشان نروحوا ابعد حد ممكن والهدف الرئيسي هو التتويج. الان بعد الخساره والاقصاء امام السودان يقول لك رانا نحضروا لكاس العرب وفخورين. لا هذا لا خاطرش. لماذا كمال؟ لاننا لعبنا مع منتخب جنوب افريقيا اللي تاكد انه تقريبا بالفريق الثاني. لعبنا مع ضد غينيا اللي كان كذلك الفريق المحلي ونعرفوا البطوله الغينيه تقريبا بطوله لا حدث. تقصينا امام بدون ذكر النيجر تقصينا امام السودان اللي عنده فريقين كمال يلعبوا في البطوله الموريتانيه. ما عندهمش في السودان المريخ والهلال يلعبوا في البطوله الموريتانيه واغلب اللاعبين تاع هاد الفريقين لاعبين اجانب كمال. اذا والنيجر قلت لك بدون ذكر النيجر خاطر هذه كارثه. النيجر ما ربحناهاش. احنا دافعنا على اللاعب المحلي. لكن الان تاكد ان اللاعب مازال محدود ومازال له خدمه كبيره ولازم يكون الرد على ارضيه الميدان. كانت عندهم هاد اللاعبين باش يردوا الاعتبار في 3 أو 4 لقاءات ما ردوش الاعتبار امام منتخبات جد متواضعه ومنتخبات كانت في المتناول. كما احنا دوك ماشي كي نهضروا ما شاركوش. ما راناش لم يشارك. نعم الكاميرون لم تشارك.
وزيد ثاني نقطه واحده اخرى. نيجيريا محمد، نيجيريا شاركته بالفريق الثاني، الكاميرون ما شاركش. الفرق اللي استضافت البلدان الثلاثه اللي استضافت خرجت من السباق. هنا كان عندنا تقريبا ماني شوف في التورنوا هذا لي غروند ناسيون اللي عندهم مشروع رياضي في الفيدراليه تاعهم، فهمت، يلعبوا ب U23. صح. كاع الفرق اللي شاركوا اللي عندهم مشروع. لي غروند احنا بصح هذا منتخب مناسباتي محمد. هذا تحكم السنغال، تحكم المروك، تحكم الفرق اللي عندهم المشروع تاعهم رياضي مليح، فهمت، وينتجريو لي جوار باش يعطيهم من فيزيبيليتي، باش الناس يشوفوهم وهو يتلقم وفهمت تولي عنده سيرتان ماتوريتي في الجروب ويحضر فريق باش يدير البطوله هذه، فهمت. حنايا لا حنا لا كونستركسيون تاع ليكيب هذه اس في فيت اون 2 موا 3 موا، مع تروح تلعب بالكاس اون 2000 بعد شحال 2027 تجي الكوب دافريك واحده اخرى، انسان نجيبوا نحضروها 3 موا ونروحوا، ما كاش مشروع، فهمت. هي نورمالمون هذه كاين لانتيغراسيون دي جوار من كاتيجوري لكاتيجوري. قال لك 2010 جوار لاعب واحد في المنتخب اللي هو اخر. شوف حصيله ضئيله جدا جدا. نهضر معاه، شوف كاين شوف كان 2010 حتى 2025 لي زيكيب من لانتيغراسيون دي جوار من كاتيجوري لكاتيجوري حتى ليكيب ابري، حتى ليكيب كاين 1 2 3 4 5 اللي هو زين الدين فرحات، ايوب عبد اللهوي، محمد بن خماسه، هشام بوداوي ومحمد امين توقاي. هادو من 2010 حتى 2025 شحال 15 سنه. شحال ربحنا من جوار من كاتيجوري لكاتيجوري حتى الاب حتى الأ 5 2 4 5 سي بو. شحال وكان تشوف شحال كانت شحال الجوار اللي جازوا واحد 300 جوار. دوك الحل واش هو محمد؟ الحل عبد الملك بارك الله. انا وني بالقصي تحضيرا الكاس العربيه. هي شوف دوكا كيما يقول لك الكاس هذه تاع الشان هذه خلاصت، دونك وقيلا في ديسمبر اكتوبر عندهم الكاس العرب 1 ديسمبر ان شاء الله يمد كيما نقولوا الفريق الوطني المحلي يمد كيما نقولوا يجيب وجه اخر، وان شاء الله المدرب دوكا عنده نظره على اللاعبين هذوما، ان شاء الله يستدعي. لماذا يمد فرصه اللاعبين، يستدعي لاعبين جدد كيما من قبيله كنا نهضروا. كاين لاعبين كما قال خونا بن قاسي، قال لك باللي كاين لاعبين شغل سوسيال. انا للان والله انا عندي معليش انا عندي انتم عندكم بدايه التحفظ. انا للان ما فهمتش بن خماسه يصاب يغادر الشان نستدعي مهاجم اللي هو مزيان. هذه السؤال هذا مازال ما فهمتوش. الشيء الثاني اللي ما فهمتوش انه ما لعبش في هذا الشان ومع المولوديه مر جانبا، يعني ما عندهاش موسم كبير. صح خويا كمال، معليش انا ماشي غير هو ضراوي شتي هاد تساؤلات فهمونا اليوم. هذه مناجر اليوم كالكو مناجر ولا المؤثرين على مستوى الاتحاديه او المنتخب الوطني عندهم يد في التاثير على زج ببعض اللاعبين في المنتخب الوطني المحليين. هذه تساؤلات اطرحها ونجي لك موني بالقصي واختم هذا الجزء. لا شوف على كل حال حنا ما نحبوش نتكلموا في هذه النقطه، لكن خليني جاي كمان. تفضل انت مطاكلي بلا انا اليوم تاكدنا باللي هاد المناجيره راهم يتحكموا في الكره الجزائريه بصفه عامه. سي ان لوبي انا هادو ما نسميهمش مناجيره، نسميهم سماسره، خاطش المناجيره حاشاهم كان دي بروفيسيونال باش ما نجمعوش الناس كاع كيف كاين الناس راهي تتحكم في الكره الجزائريه بصفه عامه. وكي نقول الكره الجزائريه حتى المنتخب المحلي راه ضحيه تاع هاد اللوبي هدايا. وهذه حقيقه ما كفاش واش راهم يديروا في البطوله الوطنيه، خداوها اونوطاج، يزيدوا كذلك لاعبين. خاطر دوكا يخلوك لازم تشك بما ان لاعبين ما عندوش، كاين لاعبين ما عندهمش ميم با 500 دقيقه في رجلو يروح يلعب منافسه مغلقه، منافسه رسميه. هنا تطرح الكثير من الاسئله. سأعود لك عفوا سأعود لك لأن الوقت انتهى. سنواصل حديث طبعا حول المنتخب الوطني، انعكاسه السلبي على البطولة الوطنية، على ذهنية طبعا اللاعب المحلي، على تسويق اللاعب المحلي. هل الاتحادية ستقوم باستدعاء الناخب الوطني رفقة المديرية الفنية لإعطاء التقرير الشامل والكامل حول مشاركة المنتخب الوطني في هذا الشأن؟ وهل ستكون هناك إجراءات باستدعاء لاعبين يكونوا في المستوى ويلعبون بانتظام وايضا ذو جوده
عاليه. كل هذه التساؤلات ساطرحها في الجزء الثاني رفقه الميركاتو الصيفي الذي تصدره فريق شبيبه القبائل وبدرجه اقل مولوديه الجزائر. كل هذا سيكون طبعا في الجزء الثاني، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الثاني من برنامج احكي بالون، العدد الثاني طبعا لهذا الموسم. الحديث لا زال مستمرا متواصلا لبضع دقائق قبل الدخول طبعا في الحديث عن الموضوع الثاني المتعلق بالميركاتو الصيفي، متعلق كما قلت بالمنتخب الوطني. محمد، هل من المنتظر أن المديرية الفنية تجتمع بالناخب الوطني المحلي ماجد بوقرة والطاقم الفني لإعطاء التقرير الشامل والكامل مع اتخاذ إجراءات في حديث عن تجديد الثقة طبعا في الناخب للتحضير للكأس العربية، ولكن بإعادة النظر في الاستدعاء بعض الأسماء. أنتم على بالكم في المديرية الفنية والجمهور على باله والناس على بالها، لاعب ما يلعبش بانتظام يمر جانبا سنة كاملة يلقى روحه في المنتخب الوطني المحليين. لا، علاش؟ لانه فاز كاس العربيه، لانه مليح في المجموعه يعاون الفريق، لانه الناخب الوطني يسحقوا في بعض المباريات، يسحقوا في التكتيك. انا هذه الامور انا ما يقنعونيش شخصيا، اتحدث عن نفسي ولو اني ما عنديش الحق لابداء برايي، ولكن نتجرد من مناشطه الحصار كمتابع للشان الكروي. اتحدث محمد كون صالح. ما نظنش بلي راح يدير ريونيون مع دي تي، جو بونس با. جو بونس با. راح يدير ربما رابور سير ان رابور تكنيك اللي راح يقدموا البيرو فيدرال. هذا مكان باسكو الديريكتور تكنيك ما عنده حتى علاقه مع الابريم والا، دونك هو فهمت. وهذه مع الاتحاديه نقولوا ما هو يدير ما يطرحوش تساؤلات. جبت لاعبين ما يقدرش يقولوا له، اسمح لي، ما يقدرش يقولوا له جبت لاعبين ما لعبوش، لاعبين فايتين 32 سنه 33 سنه ورا البروجي ورا المشروع. كمال هذه كي قدم له رابور تكنيك رابور. ما تقول لي مزيان نشكروا لعب مصاب، ما ندير ريونيون مع البيرو فيدرال. لا كي تقول لي مزيان والله غنشكروا لعب مصاب. هما كي اسمح لي، انا نجيبوا مصاب محمد، ما يجيبوش نورمالمون. سبحان الله ما يلعبش مصاب، انا ريسكي به. شوف لي بليسي ما يجوش، ولي جوار اون مي فور ما يجيبهمش، ولي جوار كي مونكي دو كومبيتيسيون في الكلوب تاعهم ما يلعبوش ما يجيبهمش، فهمت. دونك انا شوف هي او ديبار انا قلت لك وعاودت لك باللي لا كونستركسيون تاع هذه ليكيب هذه كانت غلطه خطا. هي اوبجيكتيف دوك صديق هو راح للشان اوبجيكتيف تاعو واش مع الفيدراليه، قال انا الاوبجيكتيف تاعي نحقق ديمي فينال ولا لا فينال هكذا. وزيد ثاني هذا الفريق المحلي دوك ولا نجيب لي ربي اللي نورمالمون اللي تعيط تستدعي اللاعبين اللي تقدر بالك في المستقبل تلقاهم في الفريق الاول. انا ماذا بيا دي جان جوار كما نقولوا حنا 21 اون 22 اون 23 اون، فهمت كيفاش؟ هادو اللي تقدر تستحقهم في المستقبل تبني بهم. فوالا كما قال لك محمد سيت لنا دي لاعبين كما لي بوداوي اللاعبين السته اللي ذكرهم خونا محمد، هادو ما طلعوا مي من 2010 هكذا خونا، من 2010 5 جوار. المهم باش نختم معك هذا الموضوع باش نروح الموضوع هذا كيكون منتخب مناسباتي يضاف الى U17 و U19 و U21. ما كان في حتى مشروع وما عندنا حتى مشروع واضح للفئات الشبانيه. ما نضحكوش على روحنا، تاكد ذلك في هذا الشان ومع الفريق المحلي، اضافه الى ذلك سوء تقدير المدرب اللي دار ثقه عمياء في بعض اللاعبين اللي خيبوا على طول الخط، سوء اختيار اللاعبين. ما كانش قلت لك انا اكبر غلطه هي راح لعبنا هذا الشان اللي في النهايه اخفاق كبير. ان شاء الله بركي يدارك الامور في كاس العربيه. الشيء الجميل انه راح يستدعي اللاعبين يوم يلعبوا في الخارج اللي عندهم الحق باش يلعبوا في البطوله العربيه اللي راح تكون اضافه لهذه. يسمح لهم القانون مش الحق، يسمح لهم. نعم عندهم قانون يسمح لهم قانون اللعبه باش يدعموا الجزائريين وراح تكون اضافه للمنتخب. ان شاء الله نزيد واحده برك باسكو قبيل هضرنا على لي جوار كي سون انتيغري في ليكيب ابريم ابريم ولا شوف نعطيك بلي شفت ليكيب U17 تاع 2022 صح اللي داو لا كوب عرب صح كاس عربيه. ومن بعدها واش حضرنا ليزيميناتور تاع لا كوب دافريك 2024 في ليجيبت صح يوناف صح. اوكان جوار من U17 ما راح U20. ما كاينش سويفي. علاش انا نهضر على ما كاينش سويفي؟ ما كيفاش انت كوب شامبيون عرب U17 ما عندك اوكان جوار 2 3 ولا 4 ولا 5 جوار ينتيغريو الU20 باش تعرف بلي ما كاينش بروجي سبور. وتكلم لي على حارس، قال لي حارس في كندا شاف 2 متر
هذاك نورمالمون يعيطوا له ويسيوه. ما عندوش ماناجر. ما عندوش ماناجر. راه في كندا وراح ليه هو كمال. اسمح لي اليوم ما نشوف راني نقرا كاين دي باج وين راهم بزاف سما ياثروا في التشكيلات تاع المنتخبات في الاستدعاءات. سا سي با نورمال. حتى الناخب الوطني ثاني يطيح في البياج هذا تاع يتبع الصفحات. ماناش راح نروحوا بعيد. حاجه كمال محمد والله دوك لي ريزو سوسيو انا نشوف راني بزاف لي ريزو سوسيو والله غير مام في الفرق ينحيو اونترينور يخليو اونترينور هما اللي يبلاسيو الاونترينور وما تنحيش هذاك باش يبقى يجيبوا اونترينور يقول له اسمع ما تخلي الستاف تكنيك البريباراتور فيزيك ولا الاونترينور دي غارديان صافي يديروا رؤساء ماشي غير لاعبين. للاسف سنعود طبعا الى كل هذا في الاعداد القادمه. كل توفيق للمنتخب الوطني. الاقصاء ليس نهايه العالم، ما هي الا كره القدم، ولكن لابد من استخلاص الدروس من خلال هكذا منافسات حتى نتقدم ان شاء الله. ان شاء الله في الكاس العربيه ان شاء الله في الكاس العربيه يستدعي لاعبين في المستوى لما لا التتويج بالكاس الثانيه العربيه. نتمنى كل خير للمنتخب الوطني لا اقل ولا اكثر. الى الموضوع المتعلق بالميركاتو الصيفي. شبيبه القبائل تتصدر صفقات الميركاتو وتؤكد نواياها على اللاعبين على الالقاب. نجي لك منير بالقاسي. تشعر باللي شبيبه القبائل تريد العوده للالقاب. 2008 اخر بطوله وطنيه، حاجه كبيره وبزاف على انصار وعلى شبيبه القبائل، زائد كاس رابطه ابطال افريقيا. انا ما نشوفش شبيبه القبائل تكتفي بالادوار الثانويه، ما نشوفش شبيبه القبائل تلعب باش تلعب برك. شبيبه القبائل بتاريخها بالبالماريس تاعها بجمهورها بالملعب الرائع حسين ايت احمد. اظن فريق هذا فريق تاع الادوار الاولى، فريق تاع طموحات كبيره يتماشى مع طموحات الجمهور الكبير. الميركاتو هذا انا نشوف طريق صحيح، ربما لحد الان احسن صفقات في شبيبه القبائل، حتى وان الفريق كذلك خسر لاعبين قيمه كبيره. نتكلم على بركان احسن هداف للفريق، ونتكلم على كسيله بوعاليه كذلك اللي راح الترجي، لاعبين بقيمه كبيره كذلك. لكن بالمقابل شبيبه القبائل جابت لاعبين كبار كذلك في البطوله الوطنيه. نتكلم على محيوس. صح، شيء جميل ان فيه اليوم بيدخلوا مداخيل للنادي، خازينه النادي. هذا هو الماركتينغ، هذه كره القدم. نبيع لاعبين ونجيب لاعبين، هذا التسويق. هذا التسويق لازم الان هاد الرؤساء والمسؤولين لازم يديروا، خاصه مع القوانين الجديده تاع تسقيف الميزانيه. صحيح. لازم يروحوا لريسورس جدد، لازم تجيبوا دي سبونسور، لازم تجيبوا مداخيل جديده باش ديروا بها توازن. ما تكتفيوش برك بالميزانيه تاع الشركه العموميه باش تخلصوا بها لي سالير وتخلصوا بها لي بريم. لا، لازم تكون عندكم دوك وجهه نظره مستقبليه. بركات من الميزانيه هذيك برك حوسوا تجيبوا دي ريسورس، حوسوا تجيبوا دي سبونسور، حوسوا تبرهنوا باللي راكم كفء في هذه المناصب تاعكم، ماكوش موظفين، راكم رؤساء وراكم مسيرين. صح. جي العام انا جو بونس كو الشيء اللي دخلوهم من ناحيه الدراهم يقدروا يجيبوا دي جوار بو رومبلاسي بركان. نعم، صفقتين في المستوى. فهمت. باعوا بلوس د مليون 800,000 و 650,000 بوعاليه. 2 مليون دولار. دونك صافي واحد 17 مليار تاع الجزائر بلوس لو سبونسور لو نوفو سبونسور يتلاحق بجهه القبائل. بارك الله فيك. دونك ماشي واحد، كاين واحد 5 ولا 6. دونك عندهم المدخول هذا تاع العام اللي راح يسمح لهم باش يسنيو، باسكو كي تسمع اللاعبين اللي راح يجيبوهم اسمح لي راح يجيبوا الصفقات اللي جابوهم مدروسه لا بون جيستيون. باسكو علاش دوك تشوف محور الدفاع جابوا اسمه بالعيد، جابوا محيوز، جابوا شكون ثاني، جابوا بالك فرحات، هم يهضروا فرحات بالليلي فرحات. ما هذوما انا جو بونس كو لو بروجي تاع جياسكا سي على المستوى الافريقي، يعاودوا يوليو كما نقول لك يتنافسوا على لا كوب دافريك. فهمت كما كانت ان شاء الله. لكن الحديث نتكلموا معك سامحني، نتكلموا برك بعيدا عن شبيبه القبائل، نتكلموا بصفه عامه على الميركاتو هذا. ربما سابقه في التاريخ ميركاتو ما فيش لاعبين، 5 اسماء على الاكثر راهم يدولوا الاسماء هذو من يبدا الصيف، والفرق يضربوا عليهم. صباح ينيغوسي مع اكس، 12 ينيغوسي مع ايكراك. لوكادو فرحات نيغوسا مع سيربي، نيغوسا مع جياسكا، نيغوسا مع اليسما، ويقول لك او يدرب مع المولوديه. حتى فسر علي منير او يدرب مع المولوديه وربما قد يمضي في فريق اخر. شيء غير مقبول. معليش يدرب مع المولوديه
وربما قد يمضي لفريق اخر. شيء غير منطقي، هذا غير منطقي. هذا اللاعب اللي راه داير في راسو الفريق اللي راه واحد ليه هو اللي يدرب معاه، ماشي دوك يدرب مع فريق ومن بعد يروح يلتحق بفريق اخر. هذه ما سمحهاش محمد. اشياء غريبه هذه والله العظيم. شوف هي جوار طون ما يسنيش فيها كلوب ما عندوش دروا يونطريني فيها كلوب، يونطريني وحده. اسمع يلونجاج ان بريباراتور فيزيك ويدير تدريبات وحده. وزيد لك حاجه محمد، زيد لك هذه حقيقه واقعه وراهي الان الى يومنا هذا. لاعبين 3 سنين اللور ولا عامين اللور 3 سنين اللور كانوا يدوا 30 مليون 50 مليون ما يلحقوش 100 مليون. صحيح. الان راهم ينيغوسيو بمليار و200 مليار و300 وما شفناهم داروا حتى انجاز. واخ تاع 3 سنين بارك هضر مع منير بارك الله فيك. هذه حقيقه، هذه حنا دوك نكذبوا على روحنا. 3 سنين كونترات تاع 3 سنين. لاعبين قلت لك والله ما كان يلحق 50 مليون، الان وينيغوسي بمليار ومليار و200. لو كان هذا اللاعب مليار و500 اسك انا جامي سمعت. كمل مع منير، كمل انت وياه. نقول لك بصح انا جامي شفت انا مسؤول من الفريق قال انا اليوم جبت نقولوا كيما الناس تهضر محيوز سينيا بمليار و500. اسك انت سمعت بريزيدون ولا الناطق الرسمي تاع جياسكا قال انا سينيت المحيوز بمليار و500؟ صح. وانت كشنو سمعت كاش مسير من هاد 20 سنه اللور قال انا جبت محمد شعيب ب 500 مليون ولا جبت كمال مهدي ب 300 مليون ولا ما يهضروش. ما كانش شفافيه راه في بعض ما كانش شفافيه. راهم يجيبوا الان كاش واحد يقول لك جبت جوار مليار و200 مستحيل. ما عادش تقي في الاجور وتقي في الميزانيات. كاين 30 مليون لا راهم يخرجوا تخرج مصادر اللي تجي منا ومنا يقول لك اسمح لي يقول لك راهم سينياو ب 500 600 والسبونسور هو يتكفل بالصالير. هذه كيما يقول لك ما كي كان بالليلي في المولوديه نفس الشيء قال لك خرج 2 ملاير. والله ما كان بالليل عمره ما خلص 2 ملاير في المولوديه. دوكا كي معليش بصح منير تكلم على نقطه مهمه محمد منير. سي دي جوار ما ينيغوسيو في عمره 33 سنه راهو ينيغوسي بمليار وبكونترا تاع 3 سنين. كونترا كاين 39 40. البروبليم البروبليم لي ديريجون في هذا الشغل اللي ما كانش. نقول لك راه بروبليم. تفضل محمد. اسمح لي محمد. علاش تفضل. البروبليم وراه اللي كاين المسؤولين يقولوا هاد الموظفين تاع الشركات ما تقدرش تقول رئيس فريق ما مكتف رئيس فريق دركا راهو تابع للشركه. هذا رئيس مجلس الاداره انا نقول لا مسير ولا ماناجر عام ولا هدايا كي راهو ينيغوسيو مع هاد اللاعبين هذوما وراهم بهاد المبالغ وبهاد. على كل حال ماناش نحسدوا لي جوار بصحتهم والله ويديك 5 10 مليار بصحته لا في تريكوت الجوار بروفيسيونيل يبروفيتي ماكسيموم. لكن كاين حاجه اللي كاين لافاف دارت لكم عقود ودارت لكم تسقيف في الميزانيات وتعهد تحط 50 مليار تاع اللي يفوت 50 مليار يحط تعهد وما كان حتى بي دي جي اللي حد روح كمل لي نطرحك واحد السؤال كمل لي روح. ما كان حتى مدير عام تاع شركه الى يومنا هذا ما مضاش التعهد هذا تاع فوق ال 50 مليار. انا نتحمل المسؤوليه. راك تقول لي اليوم الاداره قاموا يجيبوا لاعبين تاع مليار والجمهور الرياضي هذا اللي الفريق اللي ما يجيبلوش لاعب اللي راه يحوس عليه يقول لك اداره فاشله وما داروا لناش ميركاتو شباب. هذا الجمهور ثاني انا نحمل المسؤوليه ثاني. فوالا يقولوا لي نهضروا كلش. هذا الجمهور ما نحملش مسؤوليه غير في الشركات ورؤساء الفرق ومسؤولين الفرق. لازم نهضروا باللي اليوم كاين ضغط الشارع اللي راه يضغط باش تجيب هذا الجوار تاع 33 سنه تسيني له بمليار ومليار و500 باش الجمهور يبقى فرحان يجوا الصيف تاعو اليس ومن بعد يجوا ينتقدوا بطوله ضعيفه المستوى ما كاش. مانيش غندخل في امور اخرى. تفضل. هذا الضغط الشارع وضغط الصفحات ولا ياثر سلبيا وسلبا على هاد المسيرين تاع الفرق اللي راهم يتبعوا لي باج تاع مراهقين 19 20 يتبعوا جيبوا لنا هذا اللاعب لازم يجيبوه. اتحاد العاصمه المشكل تاعو واش هو هذا اللي تهضروا عليه البروبليم تاع الشارع. كل الفرق اتحاد العاصمه كل الفرق مدرب ومن بعد جيب لنا مدرب كبير ومن بعد هذيك جيب لنا هذيك ومن بعد في سنه في عام 2 فكرتوني 50 والله نحكي لك واحد يبات في شيراطون 30 مليون ومن بعد هذيك نحيه جيب لاخر. فكرتوني والله فكرتوني في هذه محمد قبل ما نكون اعلامي محمد خطره في الملعب تيكي هذاك باش تشري هذاك تاع الصطاد لازم لك سمانه انت تجري عليه. جا واحد وسالنا هذا والله واحد فريق ما نذكرش والله غير اليوم بريزيدون تاع ليكيب راح يبدي جوار 15 مليون خويا والله غضرب 6 سوايع قرعه ما عندوش فرحان بدي جوار عنده 15 مليون. فكرتوني انه في الميركاتو قام جابوا لنا جوار بمليار ونص للشهر باش تجوزوا انتم الصيف اليز والله غير فرحانين. نقول لكم لوجيك محمد اليوم هاد لي صالير هادو
صدقني بالله غير وحتى فاتوا كاع الحدود. والنتيجه المنتخب الوطني المحلي. صالح كمال الناس ما تحوس على الاسماء، هذه الاسماء تاع اللاعبين يكون على الجمهور. الجمهور هو هذا، ولا يحوس اسماء ماهوش حوس لي بروفيل. بصح انا والله غير فهمت، حيرتوني كي راكم مقلقين هكذا. بصح لا فيدراسيون دارت قانون، دارت تسقيف على الاجور، واللي كلوب خداو بالاعتبار. ما حتى الاتحاديه واش دير محمد؟ الاتحاديه دارت اللي عليها محمد، حابين يصلحوا. واش عليك الاتحاديه حابه تصلح، دارت قوانين بصح على بالهم بلي صعب، لانه اليوم كاين اللوبي في الكره الجزائريه صعب بالقوانين تاعك وبالاجراءات الردعيه صعب. نقول لك هذا القانون اللي عم يطبق هذا تاع 20% يطبق على نجم العكنون، يطبق على مولوديه البيض، يطبق على بارادو، يطبق على تراجي مستغانم. هذه تاع 20% هي اللي تساعدهم. بوتيت لونطون دو سيتيف هذا ما كان، بصح لي زوتر كلوب مانيش بالله يطبق. ما شكيتش يطبق على واحد. اوكان كلوب ما راح يتبع القانون تاع الفيدراليه، اوكان كلوب. كي تسمع انت باللي مستغرب. احنا ما نشكوش تطبيق قانون محمد، احنا في تحايل من طرف بعض المشاهيرين تاع القوانين موجوده والاتحاديه تبذل مجهود. يعني باش تكونوا باش نعطوا الحق للاتحاديه ثاني ماش نضربوا. كي تسمع مستغانم شحال جابوا من لاعب؟ 14 جوار، 14 لاعب. كيفاش تخلصوا انت 14 جوار هذا؟ كيفاش تخلصهم؟ 14 جوار بزاف خوك. انا نزيد لك حاجه محمد، الفرق كلها راح تطبق القانون. كيفاش تطبق القانون؟ 30 مليون شهر. خليني فهمك، هذيك سير بابي راح يطبقوا القانون سير بابي. 30 مليون العقد تاع 30 مليون راح يطبقوه. تسقيف الميزانيه راح يكون، لكن راح كما كان المره الاولى تسقيف الاجور ب 200 مليون. اسكو كي شي واحد طبقها ومن بعد لحقنا 600 700 مليون. يجيبوا لي سبونسور باش لي سبونسور هما اللي باش يديروا بهم لا ديفيرونس ابغى ات هما راح يحترموا القوانين تاع 30 مليون، العقود الجديده وتسقيف الميزان حتى يحترموها فيزافي لافاف راح يحترموا، لكن راح تكون راح تلاعبات مع السبونسور. معليش القوانين موجوده ولا نشك في القوانين فيه تحايل اي نعم، ولكن لابد من المراقبه لانه الاتحاد قد راح نراقبوا كل الاموال التي ستصرف عبر البنوك. اليوم خلاص ساعات الشهره اليوم البنوك على العزيز، من خلال البنوك تعرف الاتحاديه اذا كان خرق للقوانين ام لا. معليش نروح لموضوع اخر، هضرنا شباب قبائل. هل تخبئ الساعات القادمه، اعطونا العنوان من فضلكم، مفاجات في صفقات اللاعبين؟ هل تشوف دي سيربريز محمد؟ مثلا السيربي شوف وديال درجي ربما وشي اسمع شي انا نسمعوا سياسي، ربما كاين لو ديبار تاع ديلور سي بون مولودية. في حديث عن شنف او الذهاب للكويت. راح للسعوديه. السعوديه باسكو عنده ينوفر تاع 500,000 دولار المولوديه فريق ابها. دونك ربما راح يكون يجيبوا ان جوار بور رومبلاسي ديلور في الجي اس. الحديث عن بالليلي والحديث عن بالليلي، اعطيني الصور، اعطينا لابوك من فضلك يا وليد. كما في الجي اس كاتان لونترينور يدوموند ان ديفونسور اي ان اتاكون. ربما سامحني وين محمد حبيت نفهم اليوم جمهور المولوديه متقلق على صفقه بالليلي. مو نجي لك قبل ما نجي بالك باركني. بالليلي بدا مع الترجي التونسي وبالليلي راه يلعب مع الترجي التونسي هذا، داروا تحديد المبلغ لتصريح بالليلي، واداره المولوديه مع شركه سوناتا قال مستحيل تسمع نشريوها بهذه الصفقه. وفي حديث ترك صفقه بالليلي الى غايه ديسمبر لانه اللاعب يكون ربما في نهايه السنه وهكذا. يبقى له 6 شهور، يبقى له 6 شهور. دونك تكون الصفقه او المال يكون قشويه بولو كادو بالليلي فيها ما فيهاش. علاش؟ شوف عندهم شوف ديلور ب 500,000 دولار وعندهم زقرانه ب 1 مليون وعندك بوراس ثاني. بوراس ثاني 800 زقرانه ميرو. مو بولو كادو بالليلي باش نجي ليوسمان ابراكني. تفضل. شوف الشيء الاكيد ان يوسف بالليلي راح يحب يلعب في مولوديه الجزائر، وهذا شيء مؤكد. صحيت. لاعب خص غير يجي هو الزيرالدا يقول له موراه الكونترا، هذا شيء الاكيد. هذايا بقات لي فورماليتي كيفاش يكون ترونسفير تاع بالليلي، ربما مع الترونسفير تاع بوراس اللي راح ربما ميم لو مونطون تاع الترونسفير تاعو تقريبا 800,000 اورو راح يكون هذا المبلغ كافي باش يجيب بالليلي، لان يوسف بالليلي قيمه ثابته وانصار المولوديه راهم ينتظروا في العوده تاعو، خاصه وان هذا اللاعب هو اللي راهو يصر باش يلعب في مولوديه الجزائر. لو كان الاداره ولا هذا الجمهور راهم يجروا مور اللاعب هذا شيء اخر، لكن اللاعب هو حب يلعب في مولوديه الجزائر. الان الكره عند اداره المولوديه
لايجاد الصيغه المناسبه باش يجيب الليلي. منى يقدروا يجيبوا بالليل باسكو ديجا شوف اون بليس سوناتراك عندهم دو غران سبونسور اللي يقدروا ليش اللاعبين اللي بعتهم بليس اللاعبين اللي بعتهم يقدروا ينجحوا بوكو دارجون سير بالليل. بور الملالي يقولوا بينه وبين بنسبه كبيره في مديريه الجزائر مع مصادر اللي عندي بنسبه كبيره، ولكن شبيبه القبائل دخلت في السباق. قد تتغير المعطيات من خلال من يدفع اكثر. وانا دقيقه نتكلم لك على الملالي. انا نقول لك باللي حتى شباب الوزداد دخل في السباق، والان العرض تاع شباب الوزداد هو الاكبر، لان القيمه الماليه اللي دومونداها الملالي معتبره جدا. حتى مولوديه الجزائر راح تصرف النظر. كان اساسي الملالي الموسم الماضي في انجي، كان احتياط. اسمعني كان اساسي. لا كان لعب 30 ماتش ولا بليس دو لا ملالي في اونجي لعب 30 ماتش. لا جامي. شوف ملالي شوف نهضر معك جامي 30 ماتش. لا من ناحيه سير فوتبوليستيكمون راح يجيب لك لو بلوس، يعطيك البلوس، يعطيك الاضافه. ربما من ناحيه حاجه واحده اخرى هذيك ما معليش على الميركاتو. شوف نعطيك برك لو كا فرحات. لو كا فرحات كي نيغوسا كاع معاهم. لا نيغوسا الاول مع من ما نيغوسا مع الاتحاد العاصمي صح. ومن بعد الجو اللي نيغوسا بدا فرحات فريسما، وكاع كانوا يقولوا فرحات فريسما. بون كان بروبليم عليك مازال ما سينياش. المهم ومن بعد هذاك البروبليم سي كو تسمع كاين فرحات راه فريسما كاع يولي شغل اونشير كي دي ميو شكون يمد اكثر. فهمني هذا هو المشكل. صح. دوكا ليسما قلت لي ليسما انا ليسما جو بونس با. لا قول ليسما مخبيين جوج صفقات المستوى. لا شوف حديث من هنا